انت عارف انك ممكن تبقى صارف ومكلف وتيجي على تركايه بسيطه تبوظ شكل الشقه تماما. لوحه العداد من الحاجات اللي بتبوظ الشكل وتخلي المنظر شكله مش حلو. دي فكره بسيطه عملناها في تجديده من الخشب، معمول على تخنتين من الام دي اف. ده ام دي اف برضه، وهنا نفس الكلام. دهنا الجزء الداخلي من نفس دهان الحوائط الموجود عشان خاطر ما يبقاش شكله مش حلو. وتعالى اقفل معايا الضرفه بالمنظر ده، بص على الفواصل معايا من هنا لهنا ماشيه معايا في السقف ونازله تجريده خشب برضو الناحيه التانيه من غير ما يكون في اي حاجه باينه. تعالى في الجنب ده، هل انت شايف حاجه؟ طبعا يعني مفيش اي حاجه باينه ولا ظاهره خالص. بس انا احب افاجئك واقول لك ان في هنا باب هيدن تماما بيدخلني على منطقه اللاندي روم. منطقه اللاندي روم خصصنا فيها منطقه للغساله، جزء خاص للغساله بيفتح برضو يبقى هيدن تماما برضو. وفي جزء يونت فوق في الحته دي موجود معايا، تقدر تحط فيه المنظفات بتاعتك اي حاجه. في الظهر عندي في يونت من اول حيطه لغايه الاخر بكامل اللاندري كلها او المسطح كله. في النص فيه عملنا في الجزء ده في زي جزامه، والناحيه التانيه اماكن التخزين ما فيهاش اي مشكله. ودي فكره بسيطه تقدر تعملها لو انت حابب ان انت تخفي او تحل مشاكل عندك زي لوحه العداد او الباب الهيدن اللي بيكون موجود في قلب مدخل الشقه بتاعتك.